مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، بقالنا كتير في غياب تام عن تحليل البورصة المصرية، وده معلش نظرا لانشغالي الشخصي بأعمال أخرى. كنا حللنا في فيديوهات اي جي اكس، يمكن كان آخر فيديو نزل على القناة، وتقدروا تتشاكوا كل الكلام اللي أنا هقوله ده عشان نتأكد من مدى قوة وفعالية التحليل الفني للأسواق. كنا اتكلمنا عن تحليل اي جي اكس، وقلنا ان هو كان في منطقة هابطة. خلينا نبدأ نرسم كده مع بعض. عايز بس اغير اللون، يكون لون مثلا اصفر عشان يكون واضح. كنا حاطين ان احنا المستوى اللي تحت اللي هو الخط الازرق ده، قلنا ان ده منطقة ارتداد قوية، السعر هيرتد من عندها. وقلنا لو احنا كسرنا الخط الابيض ده يبقى عندنا قوة رهيبة بعد كده إن شاء الله هتبقى في الصعود في البورصة المصرية. وبالفعل السعر نزل عند المنطقة دي أهو، وبدأ إن هو يعمل لي قاعين متساويين. بعد كده كسر القمة اللي هنا ونزل معايا في اتجاه علم اهو. شايفين العلم ده؟ خلينا نشخبط معلش عليه عشان نشوفه. العلم ده، وقلنا ان عندنا مؤشرين قوية قوي لان احنا هنقول فيه صعود قوي. اول حاجة ان احنا نكسر او السعر يكسر معايا العلم ده، وبالفعل هو كسره. وبعد كده يكسر المنطقة اللي بالخط الابيض ده، وبعد كده يحصل انطلاق رهيب في البورصة المصرية. وقلنا انه ممكن وارد جدا يحصل طبعا تصحيح من المنطقة دي تاني، وده بالفعل حصل. وبعد كده صعد السعر. ما كناش اتكلمنا على المنطقة دي تحديدا، ولكن كان آخر تحليل لينا كان نزل إن احنا قلنا بكسر العلم ده وبكسر الخط الأبيض ده مع الارتداد القوي اللي حصل من هنا، فكل دي إشارات بتقول إن السعر هيكون فيه صعود. خلينا نوضح كده القناة الصاعدة للسعر أهي، اللي احنا نبدأ نتعامل على أساسها الفترة الجاية. طيب خلينا نبص بصة تانية كده. احنا عندنا في هنا قناة صاعدة. خلينا نرسمها بأدوات الرسم بتاعت البرنامج نفسه. تحليل على تريدنج فيو هو تحليل جيد جدا كبرنامج تحليل يعني. ونقدر ان احنا ننزل برنامج تريدنج فيو من على الموقع بتاعهم، وهتلاقوا في شرح ليه عندي على القناة هظهر لكم فوق دلوقتي. تقدروا تشوفوه تحليل بسيط جدا او شرح بسيط جدا لتحليل الاسواق المالية على برنامج تريدنج فيو. هنيجي نبص كده هنلاقي الزجزاج راسم لي هو، بس احنا هنعيد الرسم تاني. في عندي صعود ثم هبوط اللي هو الريتريسمنت او التصحيح، بعد كده صعود قوي، بعد كده حصل هبوط، بعد كده حصل صعود. هنعتمد احنا دلوقتي على ايه اكتر؟ هنعتمد على كسر القمم اللي عندنا مش القيعان، لان احنا الاتجاه بتاعنا صاعد. طيب هنيجي نبص كده ونرسم قناة اصغر شوية في المنطقة دي، اللي هي القناة دي. في قناة عندنا هنا اهي. القناة دي بتدل على في احتمالية ارتداد للسعر من عليها ثم صعود تاني. طيب احنا الأكثر قوة عندنا ايه؟ هل ان يكون في احتمالية ارتداد؟ لا، ده سلوك سعري منطقي جدا بيحصل للأسعار، ان السعر يرجع ان هو يرتد تاني. ولكن الأساس اللي عندنا مش ان السعر هينزل، الأساس ان احنا في اتجاه صاعد. فاحنا دلوقتي هنيجي نبص كده على القناة اللي عندنا. طبعا احنا نرسم دي قناة فرعية كده، قناة صغيرة. خلينا نديها لون تاني، ممكن اللون يكون افضل من كده شوية وواضح شوية اهو. خلينا نبص بقى على الاتجاه اللي عندنا الصاعد، ونعرف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل في السوق. في عندي قناة اهي، شايفين الصعود ده؟ دي قناة صغيرة، فخلينا نرسمها بقناة صغيرة اهي. ونفتح فريم اصغر شوية، نفتح فريم اصغر شوية، نبص على فريم 5 دقايق عشان نعرف بس الكام يوم الجايين ايه اللي هيحصل. هنلاقي ان نفس السلوك السعري حاصل معايا اهو. في عندي قناة اهي هابطة، القناة الهابطة اللي هنا دي اللي هي كأنها بمثابة علم. أول ما السعر بتاعي يخترقها، معنى كده إن أنا عندي استكمال صعود. الاستكمال بتاع الصعود بتاعي لحد فين؟ أنا شايف وجهة نظري إن إحنا ما نقدرش نقول إن هو أكتر من المنطقة دي، المنطقه السعريه اللي هنا، عشان الناس اللي بتبقاش واخده بالها من الاسعار، مع ان مش فارق معايا انا بحلل اي جي اكس او البورصه المصريه عموما عشان نعرف احنا الفتره الجايه في صعود ولا في هبوط. هيكون عند 29258 تقريبا. فاحنا عندنا في المنطقه دي هيحصل صعود الفترة اللي جاية، وهيتأكد الصعود بحاجتين أساسيتين. أول حاجة إن السعر يخرج بره القناة بتاعتي، ده كده أول مؤشر يخليني أقعد أترقب. تاني حاجة إن السعر يكسر عندي المنطقة دي. لو سعر كسر المنطقة دي يبقى أنا هنتظر
صعود قوي لحد زي ما قلنا الخط الأبيض ده، أو المنطقة اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي المنطقة اللي عندنا اللي هي عن 29 وشوية. ده تحليل عام للبورصة المصرية الفترة اللي جاية. يعني أنا شايف البورصة المصرية الفترة الجاية بمجرد زي ما قلنا كسر المنطقة اللي بالخط الأبيض دي، اللي هي خلينا نقول السعر بتاعها هيكون عند كام بالظبط عشان الناس اللي عندها برضه مشكلة، اللي هي هتكون عند، معلش ثانية واحدة نعدل بس الدنيا عشان بس نبقى شايفين كويس، اللي هي هتكون عند سعر 29,000. بمجرد ما نكسر 29,000 كإي جي إكس أو كمؤشر بورصة عام مصري، هيكون في صعود الفترة اللي جاية كويس جدا، أو خلال اليومين الجايين. ده طبعا بينعكس عندنا على السوق أو أسواق البورصة عموما، أو أغلب أسواق البورصة اللي هي تقايل الشركات يعني. فتقايل الشركات معنى كده بشكل عام هتصعد. اللي عنده أي أسهم عايز يحللها يكتبها لي في الكومنتس عشان اليومين الجايين أبدأ أنزل له التحليل بتاعها، ونرجع إن احنا نتحرك شوية ونشتغل شوية، إن احنا نشتغل على القناة حبة حلوين الفترة الجاية. نبدأ ننزل تحليلات الأسهم بشكل دوري زي ما كنا متعودين الفترة اللي فاتت. شكرا لكم، وبعتذر جدا عن الانقطاع الطويل اللي حصل الفترة اللي فاتت.